بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يومكم سعيد. ديما نحكوا على العطور وعلى عشاق العطور ونسينا الأصل اللي هم عشاق البخور. تقولي كيف فرنسي حتى العطور أصله أنهن قدم وكذا. أقدم شيء كانوا يعطروا به البشرية اللي هو البخور. كانوا يستخدموا في البخور قبل العطور. كانوا يستخدموا في لحاء الشجر، في العيدان، في أوراق الشجر، الورد المجفف، في الراتنجيات، في الفواكه يجفون الأوراق بتاعت القشرة بتاعتها. كانوا يستعملوا فيه طقوس دينية وزي الهند. يقول لك أقدم حضارة يعني بالهند والفراعنة وكي. فجديات العشاق الفعليين والأساسيين في مجال الروائح، اللي هم جماعة البخور، اللي هم يموتوا في البخور، اللي هو ديما حوشهم سحابة هكي. ليش؟ لأن ما تلمهمش، لأن جديات الشيء هذا في البشرية، يعني هذه غريزة بدون ما تندري. أنت تحب البخور، تحب التدخين بشيء معين، تحب تبخر روحك. هذه حاجة غريزية في البشرية، لأن هي أول شيء داروه اللي هو التبخير. لأنه يقدرش يقول لك شنو، يقول لك كلمة بارفيوم اللي هي عطر. يقول لك باللاتينية يقسموا في الكلمة هذه تعني عبر الدخان، اللي هو بار، والفيومي هذا معناه عبر الدخان، يعني من خلال الدخان، يعني حاجة تبخير. تاريخ مكونات العطور بصفة عامة كلهن، سواء فواكه، سواء أعشاب، سواء راتنجيات، سواء حمضيات، سواء أعشاب، سواء ورد، سواء زهور، سواء ياسمين. تريتا شنو تريتن تقدر تبخر بين كلهم، وكان أساسا يبخروا بيهن. حاجة أخرى حنحكي اليوم عن بخورات الفرنسي بشكل سريع. بخور فرنسي، شركة فرنسي بصفة عامة ما تصنعش بخور خلاص بتلقائي وكذا، لا. تأخذ في بخاير معينة من خلال شعوب، ومن خلال الثقافات، ومن خلال العادات والتقاليد الناس، زي البخور العدني العرايسي. هذا مدينة عدن زمان في اليمن كانت، وهي إلى الآن يعني، كان عندهم تقديس للبخور هذا، وكان يبخروا به للعرايس. فنحن خذينا الطريقة ودرناها نفس الطريقة القديمة، العدنيين القديم يقولوا لها. وعندكم بخور درناوي طبعا غني عن التعريف، اللي هو الدرناوي الأصلي، مش كيف للأسف اللي موجود توا في السوق كله لوح وهيك. مديور بالطريقة الأصلية. البخور التعتيق الفرنسي والتعتيق العربي. تعتيق فرنسي مجموعة أعواد نقعت في زيوت فرنسية. التعتيق العربي مجموعة أعواد معتقات في زيوت عربية، منها زهرة بنفسج العربية. أحجار كريستال طبعا غنية عن التعريف، مديور باللورات قصب سكر نبات، يمصن في الروائح الكريهة وريحة السواي، ويعطي في ريحة فرنسية. البخور الفرعوني مقتبس من الطريقة الفرعونية القديمة في التبخير. الفراعنة كانوا يبخروا بأغصان الزيتون، وبالراتنجيات، وبلحاء الشجر، بمعجون الورد الأحمر. نحن كورنا المكونات هذينا ولبسناها بالورق الذهب. البخور الصندل، طبعا الصندل الهندي. الصندل ثقافة شعوب السودان، تشاد، ليبين نحن، الهند، الصين. الصندل غني عن التعريف، الصندل الأحمر منقع في زيوت وملبس بمسك. بخور فرح طبعا مديور بطريقة إماراتية. بخور السلوسية طبعا بخور أصله ليبي، بخور مديور بمكونات ليبية وبالأعواد في موجودات في ليبيا، ومديور بالعنبر الأسود. في بخور السليماني، بخور السليماني مديور بريحة العود والكراميل. البخور القرطاج أقدم بخور استخدموه العرب، اللي هو مدينة قرطاج، مديور بمستكة الهندية، وباللبان اليمني، لأنها معروفة مدينة يمن بشجرة اللبان. مدموجات هنا بعضهم، ومديورات في قوالب تقدر تستخدم الريحة ثابتة بكل ودخانها كثيف. والعشاق البخور عايش قلت لكم مش ناسيكم، ان شاء الله في بخور جديد حيبهركم، جديد وحاجة مختلفة عن أنوفكم، وحتعجبكم بإذن الله. يومكم سعيد، سلام.